حاجه برضو معلش الله يبارك له خالد فكرني، قال لي الشيخ سامر برضو احنا لما بنيجي نشتغل بننظف خليه التبريد وبنحط في البرميل فيركون اس برضو لو احنا عايزين ننظفها من بره. فانا بحط فيركون اس يا جماعه وبقى ايه، شوف بص شايف جوه وبره. اتفضل يا معلم. لا خليها واسعه. بصوا يا جماعه خالد هو المسؤول على الموضوع ده يا جماعه. فك كده يا خالد، فك كده معلش، فك الله يبارك لك. يبقى ده تكمله للفيديو يا جماعه. انت بص اهو، نظف حاجتك ليه؟ عشان ما يتكتمش. شرح تفصيلي عن التعقيم بالتهويه. التعقيم بالتهويه، انت شغال يا ابني ولا ايه؟ التعقيم بالتهويه، جزاكم الله كل خير. خش بقى اتفرج على الفيديو في شرح تفصيلي عن اللي احنا بنتكلم فيه ده، التعقيم بالتهويه. جزاكم الله خير. خش شوفوا الفيديو. السلام عليكم. الصلاة والسلام على رسول الله. اهلا وسهلا بكم حبايبنا الكرام متابعين قناتكم ارانب الخير. دايما بتدونا الامل، بنحبكم في الله، جزاكم الله كل خير. ابطال اليوتيوب، ابطال التليجرام، ابطال البث المباشر، معاكم سمير خالد، مؤسس مزارع الخير وعلف الخير وعلف الشيخ سامر بتقنيه النانو تكنولوجي. وارجو ان انت تشترك في القناه او تحط لايك يا جماعه. اللايك مهم جدا، بيرفع الفيديو لو بتستفاد منه. فيد واستفيد، جزاكم الله كل خير، عشان اخوك يستفاد برضو من الفيديو. لو حد عايز يربي ارانب وانتم شايفين الحمد لله احنا قناتنا ما بنبخلش عليكم بحاجه. بحبكم جدا في الله، ربنا يدوم المعروف. عندي فيديو احنا دايما بنتكلم في حته من العوامل الاساسيه في تربيه الارنب المناخ وتهيئه المناخ. عندنا هنا ده خلايا التبريد، عندنا هنا الكنشر، انت فاهم ازاي؟ وعندنا هنا عاملين بير هفرجك كل حاجه وكل حاجه بتشتغل ازاي يا حبيبي، عشان تعرف ان دي انت ما بتصرف على الحاجه ده شغل بروفيشنال يعني متطور. بنحاول ناخد الشغل اللي بره ونطوره بحيث ان احنا نطلع باعلى ارنب واعلى تحويل في اسرع وقت. دايما المربي البسيط مفكر ان هو بيأهمل موضوع التهوية والنظافة والكلام ده كله. دي مشكلة كبيرة جدا، ويرجع يتكلم في التحويل. طب احنا ناس يعني انتوا سامعين دلوقتي الشفاط شغال اوتوماتيك، بتظبطه على ما انت عايز، يعني الشفاط اشتغل اهو. طيب يعني انت يعني ايه الحكاية ده يا شيخ سامر؟ انت عايز تفيدنا بايه؟ هجيبها لك واحدة واحدة بحيث ان انت لو تقدر تعمل مزرعتك تتعلم حاجه زي كده، وممكن تبقى على حاجه بسيطه تفرق معاك كتير جدا جدا جدا. طبعا ده اعلى حاجه بالنسبه للوضع اللي عندنا. ممكن انت تاخد الفكره وتعملها مبسطه، هتفرق معاك. اولا دي هتشتغل معايا صيف وشتاء، بس مش بنفس شغل الصيف، لا دي بتشتغل معايا تعقيم في الصيف او الشتاء. اشتغل معايا تعقيم صيف او شتاء. فاهمين يا جماعه؟ اهلا وسهلا، اتفضلوا. اشتغل معايا صيف وشتاء تعقيم. انتوا فاهمين يا جماعه؟ طب يعني ايه يا شيخ سامر؟ طب وهنحط ايه وهنعقم بايه؟ انت بتدخل هواء متجدد، هواء نظيف، بتعقم الهواء اللي عندك في المزرعه. ازاي؟ اولا احنا هنا عندنا الكنشر بتاعنا ده بينفع طبعا للرش، لتطهير الارضيات، للغسل، بتغسلها من بره، احنا لسه غاسلينها ماشي. وده الموتور شرحته قبل كده، وده البرميل اللي انت بتحط فيه اللي انت عايزه. طيب البرميل ده بره هيدي لفين؟ طيب نبتدي من بره الاول. عندنا هنا بدل ما استهلك في براميل ميه، استهلك في براميل ميه، والبراميل وبخزن فيها الميه بتعمل تلوث. فانا بشتغل على ايه؟ بشتغل على بير ميه. يعني احنا فاتحين، تعالوا هنا كده يا ابطال، هنا بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين ده بير ميه تحت. احنا فاتحين هنا بير، طالعين بماسوره هنا، ماسوره للموتور. الموتور ده بيدي لايه؟ بيدي لخلايا التبريد، ويجي هنا تاني، يدي للبرميل. يبقى هنا بيدي عندك هنا اهو طالع للموتور، الموتور بيضخ، وبعد كده لما عاوز املى البرميل.
طب البرميل ده بينفعني في ايه؟ طبعا انا عامل محابس بحيث ان انا لو عايز اشغل مباشر على طول او اشغل من ناحيه البرميل، يعني انا اقفل ده اشغل ده براحتي. طيب المباشر هنا بيطلع بيملى، المباشر هنا بيطلع يملى ايه؟ يملى خلايا التبريد منين؟ ما جيش بقى حاطط من اول خليه تبريد ودي يعني تدي لدي وبعد كده دي تدي لدي، لا. الفكره هنا ان انا بعمل ايه؟ باجي هنا في النص عشان ده الضغط بتاعي يدي للخليه دي ويدي للخليه دي. خدت لي بالك؟ ده بيفرق معاك كتير جدا. حافظ على الورق، انت فاهمني؟ بيوزع الميه على الخليه دي وعلى الخليه دي. طبعا احنا عاملين الصرف اهو، برضو الصرف بميل، واخد من دي يروح واخد من دي وبيصرف على الصرف اللي بره. طيب ايه الفايده؟ يقفل. طيب يا جماعه زي ما احنا قلنا كده. طيب عندنا، طب انت عامل بير ليه يا شيخ سامر؟ يعني هو البير هنا ده ايه الفايده منه؟ البير اصلا بيسقع الميه وبيحافظ على الميه، تسقيع الميه وبيمنع البكتيريا. وهنا الميه زياده بترجع لان انا عندي 6 بلف هنا، عامل 6 بلف. طب عندي برضو تجربه كويسه جدا برضو هنا. الحنفيه دي لازمتها يا شيخ سامر؟ خالد شغل الموتور اهون. عندي هنا الحنفيه دي لازمتها ايه؟ معيار الميه نظيفه ولا لا؟ علشان ما طلعش ميه ممكن تكون الميه جايه مش نظيفه او المواسير بقى لي فتره ما اشتغلتش، فانا بعمل تجربه على الميه النظيفه الاول، او بنضف الميه بشوفها بيضه ولا لا ارفع الميه. احنا شغلنا اهو. هنا بص اللي انا بقول لك عليه، ما تديش دي لوحدها وما تديش دي لوحدها، الاثنين مع بعض اهو يا جماعه. بدات تملى اهي. ده هنا ده الشغل المباشر اللي هو انا قلت عليه، اللي هو بيجي من البير للموتور يطلع فوق على طول. خلاص يا ابطال. في عندي حاجه تانية اللي هو البرميل. البرميل ده شغل التبريد. خلية التبريد بقى انا ممكن استخدمها في حاجه تانية كمان، هي ايه؟ التعقيم الهواء. تعقيم الهواء ازاي ده يا شيخ سامر؟ ايه الجديد ده؟ لا مش جديد، ده مهم جدا. انا عندي الخليه، ماشي يا خالد الله ينور يا خالد. عندي الخليه، عندي البرميل زي ما قلنا الماسوره بتاعته هنا بيروح للبرميل، بنحط فيه فيركون SH4 الامريكي، نحط فيه 5 جرام على لتر الميه، وبتشغل خليه التبريد صيف او شتاء، بيبقى تعقيم الهواء لو في اي بكتيريا اي حاجه. يبقى انت بتعمل عندك سهوله ان انت ترش دايزانون، بتملى ده وترش بالكنشر، وعندك واحد او عندنا واحد جوه برضو بماسورته شغال عشان اسهل على نفسي. وعندي تعقيم الهواء، انا ممكن برضو برش يا يود او فاركول اس. طيب فاركون اس بيعمل عمليه تعقيم للفيروسات والبكتيريا، بتفرق كتير جدا. انت لو انت عايش في هواء مفهوش او مناخ مفهوش فيروسات وبكتيريا بتفرق معاك. كل دي تقنيات بتخلينا ننجح صيف وشتاء. ليه الشيخ سامر؟ اللهم لك الحمد عندنا عرانب في كل وقت شغالين كويس، اللهم لك الحمد بالحاجات البسيطه دي. بس الحاجات دي بتتعمل تدريجي، انت لما تتمكن من نفسك تبقى خلاص. فانت كده في الصيف شغال خلية تبريد، لا انت ممكن تستغلها مره كل اسبوعين، مفيش مشكله، كل 10 ايام 3 مرات في الشهر. تعقيم الجو، شفاط هينزل الميه، ما خلاص احنا هنملى بقى البرميل، والبرميل يدي للخليه التبريد، فاحنا هنشغل خليه التبريد. وبعدين في ميزه، ما هو انت اللي هيتحط هنا في البرميل هيرجع تاني وينزل، انت فاهم ازاي؟ ويخش على البرميل تاني، هو البرميل معمول له كده. طيب يبقى انت بتعقم الجو بتاعك، بتفرق كتير جدا مع الارنب، يحس بانتعاشه. انت فاهمني؟ كنت برضو عايز اقول ايه، الرش. يبقى انت بترش الفاركون اس. طيب في ناس ممكن يجي في دماغها ان انا ممكن احط حاجه تانية غير مثلا دايزانون، ممكن تحط دايزانون يود
فيركون اس. طيب ده بيبقى للرش التعقيم الكامل، مفيش مشكله. طيب في ناس ممكن، خلي بالك لازم يكون حاجه مش زيتيه، يعني ما تجيش مثلا تقول لي ايه انا عاوز احط ايه حاجه زيتيه، قبل ما تحط الحاجه تحط حاجه اللي هي بتدوب في الميه زي الفيركون اس. ما تحطش مثلا زيت نعناع عشان تعمل انتعاشه مش عارف ايه، لا ما ينفعش، لان الزيتي هيبوظ لي الدنيا، ومش اصلا هيلزق في الورق. فانت بعد ما انت بتخلص خلاص، حطيت الفيركون اس، شغلته مثلا ساعه تعقيم، بتقوم خلاص خلصت البرميل، شاطف دنيتك تمام التمام، تقوم تشغل ميه بيضه بقى. انت فاهمني ازاي؟ 10 دقايق كده ولا حاجه، بتغسل الخلايا بتاعتك بالميه البيضه، بتفرق معاك في التهويه. بصراحه الحاجات البسيطه اللي انا بتكلم فيها دي يا جماعه مهمه جدا في شغلتنا جدا، يعني انت مش متخيل. بس كل ده بيجي بعد ايه؟ تجارب طويله، واللي احنا بنقدر نتوصل له بنقوله علني. فطبعا على قد ما انا قادر بحاول ان انا افيدك، على قد ما انا قادر اللي احنا بنعمله بنقوله. بنوفر في الميه، عاملين بير. البير حلاوته ان الميه بتبقى ساقعه فيه، وكمان مش مساله ساقعه برضو، كمان بتبقى بدل ما انا احط الميه واركنها في برميل، طبعا ركنه البرميل بتعمل بكتيريا، فانا طبعا هطلع البكتيريا وانشرها، لا، فيبقى ميه متجدده. فاحنا عاملين هنا زي ما احنا قلنا، بتهيألي انا شرحت على قد ما انا قادر. الكاتشر دون برضو احنا بننظف فيه عربيات، بننظف فيه المزرعه، بننظف فيه شغلنا. وفي جوه طبعا يا جماعه، تعالى اما نشوف جوه كده. تعالى كده يا ابني. بسم الله. وريتهولكوا قبل كده، ده متوصل برضو هنا هو برضو، ده مسدس بتاعنا هنا، انت فاهمين ازاي؟ ده برضو بنرش بيه تعلي بتوطي هنا، بترش بيه الشغل بتاعك. خلاص يا جماعه، بترش بيه البطاريات عندك، بتطهر بيه، مفيش ادنى مشكله. تهيألي كده انا شرحت فكره بصراحه ممتازه. خلايا التبريد هنا هي، كل ده بقى مخليه التبريد بقى بيبقى فيه فيركون اس، بياخد العنبر كله، بتحس بانتعاشه، انت فاهم؟ وفيركون اس مميز، الامريكي كويس ممتاز يعني. خلاص يا جماعه، وده ده برضه احنا بنرش بيه، بننضف بيه. فكره ممتازه اهو، وكل حاجه معموله بهدوء، معموله صح على قد ما احنا قادرين اهو يا جماعه. مع خليتين التبريد تشتغل شغلك، بتنظف بيه، تشتغل شغلك تمام التمام 100% مع خليه التبريد. يبقى خليه التبريد بتنفعني صيف وشتاء. ده الغرض من الفيديو، انا عايزك تاخد بالك من الحاجات ده. شغل والله العظيم الكلام ده كلام فارغ والله، بس بيكسب فلوس. يعني اللي انا بقوله ده اهو بيكسب فلوس، كسبك جامد. انت يعني يا جماعه، التهويه دي مش كلمه تهويه وخلاص بفتح شباك واقفل، مفيش الكلام ده. انت علشان تكسب بتوصل لاعلى ليفل، فاحنا بنقول لك تعمل ايه. الله ينور يا خالد. خلاص يا جماعه، هو الجهاز مش غالي يعني، انت فاهم، بس كل واحد وامكانياته. ممكن تعمل انت فكره بسيطه، خد بقى الاساس دون واشتغل عليه، يعني خد الفكره واشتغل عليها يا حبيبي. خلاص يا جماعه، جزاكم الله كل خير. على قد ما انا قادر بحاول افيدكم. بحبكم جدا في الله. من لم يشكر الناس لا يشكر الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.